لما بيجي لنا مريض السكر في العياده دايما السؤال اللي بيشغل باله: يا دكتور الله يرضى عنك انا مش عايز اخد انسولين. بس قبل ما بجاوب المريض على السؤال دوت بساله سؤال تاني: هو انت عندك سكر بقالك قد ايه والتراكمي بتاعك قد ايه؟ معاكم دكتور تامر خميس، شايل السكر والجهاز الهضمي. هنكون معاك في اجابه السؤال اللي دايما بيشغل بال كل مرضى السكر. مرحله الانسولين مرحله اي مريض سكر ممكن يوصل لها، بس احنا قلنا قبل كده ايه هي المواقف الحتميه اللي مريض السكر لازم ياخد فيها انسولين. ممكن نرجع لفيديوهاتنا القديمه ونعرف الاجابه عن السؤال دوت. لكن دايما بيبقى مريض السكر فاهم ان الانسولين ده مرحله متاخره، وان هو معنى ذلك ان هو لما ياخد انسولين مش هيقدر يبطله، وان دي مرحله متاخره، وان الحاله كده وصلت لمرحله صعبه جدا. طبعا دي مش حقيقه خالص. الانسولين ده ربنا خلقه جوه جسمنا، لما بيحصل فيه مشكله وان الجسم يكون محتاج للانسولين يبقى لازم ساعتها ان احنا نتدخل بالانسولين. طيب اللي بيفرق واحد عن واحد هو قراره في الاول. هو حلل واكتشف السكر وسيطر عليه من بدري، ولا اهمل نفسه وكان حاسس ان هو كويس والدنيا ماشيه؟ لان ربنا خلق في جسمنا حاجه اسمها الميموري او الذاكره بتاعت جسمك. كل ما كان ذاكره الجسم بتاعتك متظبطه على القياسات المظبوطه، كل ما ساعد جسمك ان هو دايما يبقى فايق ويستجيب بسرعه للعلاجات، ويكون دايما مراحل الانسولين دي مراحل متاخره معاه، وممكن ناس كتير قوي من مرضانا ما يوصلوش للمرحله دي. يبقى نفهم من كده ان تظبيط سكرك وقرارك في متابعه سكرك واختيار العلاج المظبوط هو دوت العلاقه اللي بتربطك بينك وبين مرض السكر، وهو ده اللي بيوصلك دايما لحياه سليمه وصحيه طول الوقت. دكتور سكر بيتمنى لك دايما صحه وعافيه وتمام طول الوقت.